نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اعلموا يا أخوة الإيمان أن هذه الآية القرآنية قاعدة يقوم عليها مجتمع البشر، التي تحاول الإنسانية أن تحلم به أو أن تقترب منه، لكن الذي حققه في أرض الواقع وتميز به هو المجتمع المسلم على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد. إنها ترد البشرية على اختلاف أجناسها وألوانها ومختلف ألسنتها إلى أصل واحد وميزان واحد، كأنها تقول على لسان الحال: يا أيها المختلفون أجناسا، المتفرقون شعوبا، وقبائل، المتباينون ألوانا، أصلكم واحد وأبوكم واحد، فلم هذا الاختلاف وعلى ما هذا الاختصام؟ إن الذي يناديكم هذا النداء الخالد هو ربكم ومليككم وإلهكم الذي يعلم ما يصلحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن اللون أو الجنس أو اللغة أو الوطن أو الجاه أو النسب لا قيمة لها في ميزان الله، لأنه لا خيار للإنسان في اختيارها. هناك ميزان واحد تتحدد به القيم وتنضبط به الحياة ويعرف به فضل الناس على الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، الكريم هو الذي كرمه الله، الكريم هو الذي اصطفاه الله، الكريم هو الذي اختاره الله. ولذلك لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. اختارهم الله واصطفاهم الله، هذا هو الكرم. قالوا: بل نسألك عن معادن العرب يا رسول الله. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الذي يحقق غاية خلقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذي يوحد ربه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اجتنبوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والذي حقق أخوة الإيمان دون النظر إلى اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو أي شيء آخر إلا للإيمان. إنما المؤمنون إخوة. والذي حمل راية الإسلام ليجعلها خفاقة في العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فسار على البصيرة وأصبح من أهل البصيرة ودعا إلى البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم إخوة الإسلام، هذا هو الذي كريم عند الله، هذا الذي يكرمه الله، هذا الذي أراد أن يحقق كرام الله لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وأما إذا هان على نفسه ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأل الله العلي العظيم أن يكرمنا بالإسلام والسنة، وأن يثبتنا على التوحيد والسلفية حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.